أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم. قبل البداية اشترك في القناة وفعل زر الجرس لتتوصل دوما أنت الأول بجديدنا. لا تنسى كذلك الإعجاب والتعليق لأستمر بتقديم المزيد. والآن مباشرة إلى الفيديو. قال توفيق الباحي الصحافي الجزائري إن المغاربة صنعوا خلال مشاركتهم في كأس العالم فيفا قطر 2022 التاريخ، فيما الجزائريون صنعوا المهازل بسبب أفعال بعض وسائل الإعلام. وأكد توفيق الباحي في مقال تحت عنوان الجزائر والمونديال في حضرة الغياب نشرته جزيرة القدس العربي أنه رغم غيابها حضرت الجزائر في مونديال قطر منذ البداية. كان حضورا هامشيا لكنه لافتا وليس بالضرورة مشرفا، ليس بالمشاركة في البطولة ولكن بأفعال بعض وسائل إعلامها وبعض جمهورها والتفاعل الرسمي والشعبي معه. وقال: إذا أردنا اختصار الموضوع في جملة نستطيع القول إن المغاربة صنعوا التاريخ وبعض الجزائريين صنعوا المهازل. منتخب الكاميرون تغلب على البرازيل والإعلام الجزائري نال العيب. وأكد أن هذا الإعلام الحكومي منه خاصة صنع مسلسلا بائسا تمسك ببثه منذ بداية انتصارات المنتخب المغربي، مبرزا أن المشجعين المغاربة والجزائريين والعرب تسلوا بمسلسل تلفزيون الجزائري الذي تقوم الحبكة فيه على إنكار تام لوجود المغرب في المونديال. وأوضح أن الأمر بلغ بهم إلى التلاعب بجدول المباريات والنتائج وممارسة بعض القفز البهلواني فقط لتجاوز وجود المغرب. وقال في نقاش مسل حول الموضوع: مازحت صديقي مغربيا بالقول بسببكم سنلغي صلاة المغرب ونبني جسرا من العصر إلى العشاء. وأضاف الصحفي الجزائري أنه كان لابد من انتصار آخر على البرتغال في ليلة تاريخية والتأهل إلى دور نصف النهائي لكي يستسلم التلفزيون الجزائري ويقر بوجود المغرب في هذا المونديال. وعبر عن أمله في أن يعود الذين يتحكمون في التلفزيون الجزائري ويستعملونه أداة دعاية إلى رشدهم، لأنهم أدركوا خطأ ما فعلوه منذ بداية الأمر، وليس لأنهم حشروا في الزاوية وبلغت سخرية منهم مبلغا ولم يعد ممكنا تجاهل منتخب بلغ نصف نهائي كأس العالم في سابقة تاريخية. وشدد على أنه من المحزن أن ينزل التفكير الرسمي في الجزائر إلى هذا المستوى في زمن المعلومة الأسرع من الصوت ومنصات التواصل الاجتماعي الأشد فتكا من أقوى الآلات الدعائية على وجه الأرض، مضيفا أن بث نتائج المنتخب المغربي وكيفية تحقيقه ما حققه ما كان سيضر الجزائر في شيء، والامتناع عن بثها لم يحرم المغرب منها ومن حلاوتها، بل جعل الإعلام الجزائري مضحكة أمام العالم. ووسائل إعلام دولية عديدة تناولت الموضوع. وأبرز توفيق رباحي أنه لحسن حظ الجزائر أن الرأي العام في مجمله في قطيعة بائنة مع الخطاب الإعلامي والرسمي. وقال إنه لولا التردد وإيثار الأمان من لدن الجزائريين البسطاء لفاقت احتفالات المدن الجزائرية بالمغرب احتفالات فاس والرباط وطنجة. وأضاف أنه مع الكاميرون انتقل بعض الإعلام الجزائري من الكراهية والدعاء بالهزيمة إلى العنصرية، مبرزا أن صحيفة الشروق لم تجد غضاضة في وضع منشيت الكاميرون يعود إلى الأدغال بلا فول ولا حمص. وخلص الصحفي الجزائري إلى القول: لقد نشروا هذه العنصرية غداة مباراة البرازيل على الرغم من النتيجة والأداء الرائعين للفريق الكاميروني. هل يدرك من وضع هذا العنوان المعيب أنه موغل العنصرية واحتقار الآخر؟ ألم يدرك أن هذا التشفي يدينه هو وصحيفته والإعلام الذي ينتمي إليه ولا يسيء للكاميرون في شيء؟ إلى هنا نصل إلى النهاية. في الأخير لا تنسى الإعجاب والتعليق وكذلك الاشتراك وتفعيل الجرس لتتوصل دوما أنت الأول بجديدنا.